مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضرونا اليوم. يوم جديد وصبح جديد، نهار جديد. فصدقا مش عارفة شو رح نعمل اليوم، بس حبيت أبلش الفيديو معكم. إذا متذكرين آخر مرة كان الساحة كانت بدها تنظيف وهيك، فنظفناها. نسيت أصور لكم صدقا. وفضينا مية الشلال، كتير كانت وسخة، ففضينا مية الشلال وهيك خليناها. قلنا عادي بنزل فيها ورق شجر، ورق أي إشي مثلا الشجر أو هيك، بنكنسه بنشيله عبين ما إحنا نفكر بدنا نشغله بنشغله. بس والله سلامتكم. هاد الشارع اللي رح يفتح بنص الأرض وصلوا تقريبا لهناك، بس لسه ما كملوا. لسه فتحوا جزء منه من زاوية الأرض من الطرف الثاني، بس لسه ما كملوا. بس هاي هي أجواءنا يعني. هاد بيت الدجاجات، يعني ما تستغربوا انه هو كمنظر غير حضاري ابدا. تمام، بس يعني وماما عم تترجب اخوي بصراحة انه خلص يعني هلا راحت الصيفية واجواء الدجاج وهيك يعني ما في اجواء مع الشتاء. بداية الشتاء يعني رح يصير في صعوبة انه اهلي ينزلوا يطعموا الدجاجات ويعتنوا فيهم وهيك مع البرد. فماما عم تقنع بصراحة اخوي انه خلص. ما بعرف إذا سامعين صوت الهواء بجنن. فبحكي لأهلي إنه يعني يا أما بيدخلوه جوا، في هناك هذا الطرف الثاني في زي غرفة تمام لبيت الدجاجات، فبقنع فيهم إنه نفك هذا الإشي اللي عليه أورنج اللي هو الشبك ونخلي الطرف الجواني. فلسه الموضوع قيد الدراسة، فخلينا نروح نكمل الفيديو مع بعض ونشوف شو رح نعمل بيومنا. خليكم معنا. وهون يوم عملية بابا. صدقا صورت هذا الفيديو لأختي، بس قلت خلني أحطه بالفيديو. الله لا يحط أي حدا من أحبابكم بهيك موقف، كان الموضوع كتير صعب. بعد ما خلص العملية، هون كنا نستنى فترة العملية. بعد ما خلص العملية دخلوه على السي سي يو. تمام. وكنا طمنا عليه الحمد لله رب العالمين. وبس والحمد لله هلأ أمور بابا منيحة وأموره تمام الحمد لله رب العالمين. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضرونا اليوم. عم بصور لكم بعد يعني انقطاع يومين 3 4، مش عارفة اشي زي هيك. تمام، من التصوير يعني، مش من تنزيل الفيديو، من التصوير. بس صدقا صار معي شوية ظروف. بابا حددوا له عملية قسطرة مستعجلة. كان في عنده تسكير في شريان رئيسي في القلب، مع انه غير مدخن وما بيأرجل. ايش هاي الشغلات كلياتها يعني ما بيعملها. فالمفروض إن يعني احنا انصعقنا انه هو في تسكير في شريان بالقلب. العادي يعني الشرايين بتتسكر للناس يعني الأغلبية بدي أقول إنه المدخنين. فالحمد لله رب العالمين أقرروا له عملية. كانت العملية يوم الخميس وإحنا اليوم السبت. فضل حطوه بالسي سي يو يوم الجمعة، خلوه بيات خميس على جمعة بين ما يطمنوا عليه. وبعدين طلعوه يوم الجمعة تقريبا بعد الظهر. وبس. فحبيت يعني أوفيكم بتفاصيل، وإنه ليش ما عم بصور. ويمكن الفيديوهات أو الفيديو هذا اللي رح ينزل ما رح يكون فيه طبخ أو شيء، بس إنه رح أكون يعني بحكي لكم عن أخباري بشكل عام بهاي الفترة. تمام. والحمد لله هلأ وضعه تمام، أموره طيبة. بس هلا سبحان الله احنا كنا داخلين في عشان موضوع صدرية. كنا بنراجع فيه عشان موضوع صدرية، عشان موضوع انه هو تنفسه شوي مش شوي كتير صعب. فالدكتور كان محدد له عملية، بدي يفتح له فتحة بالرقبة عشان التنفس. بعدين قالوا لا. بعدين رحنا راجعنا أكتر من مستشفى، وآخر إشي راجعنا مستشفى العبدلي. آخر إشي قالوا لنا لا، خلينا نعمل له عملية ليزر، وبالليزر نحاول نصغر من اللسان لأنه لسانه شوي عريض وهيك عشان يقدر يتنفس. بعدين بعد دراسات طويلة الدكتور حكى لا، بلا من هاي العملية، لأنه لا هاي العملية رح تفيد ولا هاي العملية رح تفيد. بالعكس التنتين رح يكونوا يعني نتائجهم سلبية على حالته الصحية هو. تمام. ف آخر إشي
قرروا رحنا نراجع تنفسية. سبحان الله، واحنا بنراجع بالتنفسية قالوا لنا روحوا اعملوا له تخطيط للقلب. تمام، انا اسفة على صوت الشارع يعني، بس بدنا على الشارع الرئيسي. فزي ما قلت لكم، اخر اشي رحنا نراجع تنفسية وصدرية. اخر اشي سبحان الله حولونا بس عشان تخطيط قلب يعني في عيادة القلب، وقالوا لنا وقتها بعيادة القلب لازم يعمل عملية قسطرة مستعجلة. سبحان الله كان اليوم الأحد، فقالوا له الخميس عندك عملية. فكيف سبحان الله رب العالمين، الواحد بيمشي في شغلة تطلع له شغلة تانية. بس الحمد لله انه اكتشفناها يعني قبل لا سمح الله يصير معه جلطات او اي شيء تاني. فبس حبيت افيدكم او اوفيكم باخر التطورات اللي بتصير في حياتي وبس. وان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله بتكون احسن واحلى باذن الله. وخليكم معنا لنشوف هذا الفيديو لوين راح يوصل وشو راح نعمل فيه. فخليكم معنا ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناه ان شاء الله. ويلا نكمل فيديو مع بعض. صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضرونا اليوم. طبعا انا مقاطع 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 من كل ناحية، فسامحوني. بس مش عارفة بصراحة يعني أبلش يوم من البداية. عم بشوف متى الأوقات اللي بكون فيها فاضية، لأنه زي ما قلت لكم بابا طالع جديد من المستشفى وفي كتير ضيوف عم تيجي واخوان بابا وهيك يعني قصص، فهمتوا علي؟ فصعب كتير اني اصور باي وقت. وبصراحة حتى النفسية شوي مش كتير يعني بتسمح اني انا اصور. اوكي سامحوني شوي، هذا معي نظبطه هيك. فبدي اعمل قهوة، واكيد تعودنا نعمل قهوة مع بعض. فبدي احط القهوة بالفناجين. تمام، بروح وبرجع الصوت بعيد عشان بروح على الخزاين يعني اجيب الفناجين كالعادة. يا اما فناجين كبار يا اما فناجين هدول الوسط، هدول يعني لا يعتبر الفناجين السادة. فناجين القهوة الحلوة الصغار هدول تقريبا وسط، مش صغار ولا كبار. تمام تمام. شوفوا الازعاج اللي احنا فيه، يا الله. عم بحكي لماما دقيقة بس يروح هاد وبرجع لكم. ف لسه بحكي لكم. اول شيء قبل ما احكي لكم، هون حطيت عيار للفناجين. بالعاده بس اعمل 3 فناجين بحط رابع عشان القهوه بس تنزل. بس احط القهوه القمها بيطلع كتير في حثل تفل، بعرفش ايش بتقولوا له، حسب يعني قهوه راكده، ما بعرف ايش بالضبط تحكوا لها. بس انه القهوه بتصير كتير، هذا بودره القهوه يعني بتصير كتير ماخذه من القهوه، فببطل في عنا قهوه. اوكي بدون توضيح. تمام. فبدي اقول لكم عن موضوع الشارع. لسه امبارح بقول لماما، بقول لها يا الله شو اني انا حاليا كرهانه سكنتنا بسبب الشارع، مع اني انا كتير بحب البيت، كتير بحب الاطلاله. البيت نفسه يعني الحمد لله رب العالمين. اي بيت، اي حدا بسكن باي بيت بيكون عنده ذكريات، بيكون عنده اشياء. مع انه بيتنا هاد بس سكننا كنا احنا كبار يعني. اختي الصغيره اصغر شي رنيم هي اللي طلعت على البيت وهي طفله، اما الباقي احنا كلياتنا يعني كنا ساكنين بالطابق اللي تحته عبين ما عمروا اهلي الطابق اللي فوق. بعدين سكننا مع بعض يعني. طلعنا وانا عمري تقريبا يمكن بصف سادس او سابع يعني، كنت واعية، فهمت علي؟ ما كانش كتير في ذكريات في كطفولة يعني. بس انه كتير بحبه هذا الطابق بالذات، كتير بحبه وكتير بحب اطلالته وبحب البرندة كتير وهيك يعني. يعني إلها اجواء. غلية المي هون بدي ألقمها. فبقولكم كتير في إلها يعني هيك غلاف قلبي. مع هيك بقول لماما كتير عم بنزعج من موضوع الشارع. الموضوع كتير مزري. تمام، وعم بضايق يعني، كتير عم بضايق، لانه صوت باصات وسيارات ودراجات. يا الله موضوع الدراجات هاد كتير مزعج يعني. الله بس شو احكي، الله يسامحه يعني، الله يهديه اللي بمر دائما بالدراجة يعني. مش عارفة مين هو بالضبط.
بس أكيد من الحارات اللي تحت يعني، لأنه ساكن، شكله ساكن يعني، لأنه مزعج يعني، كتير مزعج. ومش عارفة أنا كيف هيك بتعمد إنه يزعج الجيران اللي حواليه. ولأنه شارع رئيسي ما بتقدر أنت تحكي مع اللي بيمر الرايح واللي جاي. قبل لما كان شارع فرعي وكان بس للسكان السكان بس لحالهم، كان بإمكانك أنت يعني تحكي إنه أنت مثلا بتمر دائما قدام بيتي وهذا الشارع مش شارع للحكومة، شارع أنا فاتحه أنا وسكان المنطقة، وإنك ما بتقدر تضايقنا يعني. نسمع هيك هلا ما بنقدر نحكي إشي. تمام. أه. بقول لماما يا الله يا رب يعني شوي تخف هاي الطوشة، لأنه الموضوع كتير مزعج، وباصات مدارس وقلابات وجرافات وصهريج مي، لأنه كمان في قبالنا الشارع اللي قبالنا بيودي على آه على شو اسمه، على منطقة وادي شعيب، ومنطقة آه بيعبوا فيها صهاريج مي وهيك يعني. فالموضوع جدا مزعج، كتير مزعج يعني. آه، فصرنا بس نقعد بالبيت إذا يعني خاصة من طرف الشارع، إذا بدنا نقعد وقاعدين مثلا بغرفة القعدة، ومع إنه يكون الهواء بجنن وهيك نضطر نسكر الشبابيك عشان موضوع الإزعاج هذا، لأنه صار كتير كتير أوفر يعني بطريقة لا تحتمل. وبس والله حبيت يعني هيك أفضفض معكم ونحكي وهيك. القهوة صارت عندنا جاهزة. تمام، هي قهوتنا هيك صارت جاهزة. خليني أروح أشرب القهوة أنا وماما وبابا. وحبيت أفرجيكم شو غدانا لليوم، طبعا من ثالث ولا رابع ولا خامس يوم من أول فيديو. تمام. أسفة على صوت الإزعاج، كالعادة حكيت لكم بالفيديو أني أنا مستاءة. تمام. فعملت صينية أجنحة. تمام. وبخرتها وبس يعني، مش بخرتها يعني اني فحمتها يعني، حطيت فحمة وحطيت عليها شوية زيت وغطيتها وتركتها بالفرن عشان تتنكه بنكهة الفحم. فبس وهيك صارت الصينية جاهزة وبس، وصحتين وألف هنا. مرحبا يا حلوين. قررت هلأ أعمل قهوة المساء. تمام. فحبيت أعملها معكم. تسألوني ليش عم بعملها بهذا البكرج. هذا البكرج عنا وجايبينه من تركيا، مش عارفة حبيت أعمل فيه. تمام. فحطيت مي سخنة، بصراحة عجز مني. أوكي. وهون جهزت الفناجين كالعادة. تمام. وبس بدي اعمل القهوة هلا، فبدي احط هيك كم حبة بسكوت بجنبهم او بيتي فور عندي، فبدي احط حبة حبة بجنب كل فنجان. فخليكم معي. فهلا بدي احط هيك بجنب كل وحدة، بجنب كل فنجان، بجنب كل واحد مش كل وحدة، نضوي الضو هيك كمان. وبس هلا بدنا نلقم قهوة ونصبها. فهلا بعد ما ايش شيل هاد عجنب. هلا بعد ما غليت نلقمها. انا اسفة ممكن اني اكون بترج شوي الكاميرا، بس لانه بصور بايد وماسكة التليفون بايد تانية برضو عجز اني اجيب عجزان اجيب الستاند يعني. هلا خلينا نحطها على جنب ونحطه على الغاز يغلي شوي عشان نطلع الوجه. بالله عليكم ما هي شكل القهوة بهذا البكرج احلى من البكرج العادي، صح ولا لا؟ هلا خلينا هيك نعلي تحتيها النار. نوسع بالمعلقة ونحط الوجه. انا بصراحة القهوة اللي بتيجي زي هيك مبكتة بدون ما نطلع اسماء الماركات، القهوة اللي زي هيك بتيجي مبكتة انا بصراحة ما بحبها. تمام. بدون ذكر اسم الماركة يعني.
ما بحبها، بحسها ما إلها وجه، ما بيطلع لها وجه، ونكهتها مش زي اللي بتكون مطحونة طازة، بفرق، تطلع مش زاكية يعني. بس إنه انقطعنا، وهاي موجودة بأقرب سوبر ماركت موجود قريب من بيتنا. فبس يعني هيك قهوتنا صارت جاهزة. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي عم ننزله. وما بدنا ننسى، لأنه أنا إلي سوري، أنا إلي 3 4 5 فيديوهات يمكن عم بنسى إني أدعي لأهلنا في غزة. وتذكرت يعني بالفيديو الماضي آخر إشي بعد ما نزلته انتبهت إني أنا فرجت عليه، وإني أنا ما يعني بطلت أحكي. فالواحد لازم ما ينسى هذا الإشي، ولازم دايما نتذكر إخواننا في غزة، ونتذكر إننا ندعي له ونتذكر إننا ندعي لهم. فيا رب تفرجها على إخواننا في غزة يا رب العالمين، وتنصرهم وتفرجها عليهم يا الله، فرج قريب يا الله عاجل بإذن الله. بس بحبكم كتير كتير، وتصبحوا على ألف خير. باي باي.